عمرك سألت نفسك هم ليه الغرب بيكرهوا المسلمين قوي كده؟ ليه دايما في اضطهاد ديني على المسلمين بالذات؟ انا اقول لك، في الشريعه الاسلاميه الربا حرام، او بمصطلح البنوك اسمها فوائد. فالبنك لو ما حطش فايده يعني مفيش فلوس، يعني مفيش اقتصاد، يعني مفيش بنك اصلا. يعني دي كده اول حاجه بيكرهونا بسببها. تاني حاجه، في الاسلام الخمره والكحوليات والمخدرات حرام، وده بالنسبه للغرب يا حبيبي اكل عيشهم، ملايين بتخش لهم من الكحوليات كل يوم. حرام ايه بس يا جدع؟ انتوا عايزين توقعوا لنا اقتصاد البلد ولا ايه؟ تالت حاجه، الاسلام بيحرم مشاهده الاباحيه والقمار والعري، وانت عارف من غير كلام كتير ده زي الاكل والشرب كده عندهم، وبيفتخروا بيه جدا على فكره، وبرضه مصدر دخل قوي قوي ليهم. فبالصلاه على النبي كده كل حاجه احنا ما بنعملهاش هم بيعملوها، بس بتغيير المسميات عشان يحللوا الحرام. يعني في راجل محترم كده اسمه عمر خطاب اتكلم في موضوع المسميات ده وقال اسمها زنا مش علاقه عاطفيه، واسمه ديوس مش اوبن مايندد، واسمها ربا مش فوايد. فبقوا سموا الحرام باسمه يا حبيبي انت وهو، ما تصعوش علينا.